السلام عليكم متابعي قناة ديوان تيوب. كثرت النشرات الأخبارية والبرامج التلفزيونية في العالم العربي، وكثرت معها المذيعات المقدمات لهذه البرامج، وأصبح من الصعب إجراء إحصاء لهذه المذيعات. لذلك إليكم اليوم أشهر وأجمل 5 مذيعات في العالم العربي. استخدم مستحضرات ترطيب طبية، مو كوزمتيك يعني مو تجميلية، وأنظفها كل جزئين مرتين باليوم. سهير القيسي، إعلامية عراقية من مواليد بغداد عام 1985. بدأت مشوارها في الإذاعة وسبق ذلك دراستها الطب كمقدمة لبرامج الصحة وكذلك نشرات الأخبار. كان أول ظهور لها في نشرة الرابعة على قناة العربية عام 2004، وتعمل حاليا في تقديم النشرات الأخبارية على قنوات العربية وMBC1. حجيب رقاصة. حجيب لك بيانو أول، فما في داعي. فرق بين الرقاصة والبيانو. بي أو كلاس. فيولو أو تشيلو. فيولو يعني شو فيولو مدام هبة؟ فيولو شو بيسموه؟ لجين عمران، إعلامية سعودية من مواليد عام 1977. عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران. من البرامج التي قدمتها: الحال مع لجين، يا هلا، حول الخليج، عالم حواء، وصباح الخير يا عرب. أقدم مساعدة لها الأطفال عن تجربة وقصة شخصية قديمة جدا ظلت في ذاكرتي، فحبيت اليوم أنه أحقق هالأمنية للأطفال أنا عاينتهم عن قرب. مريم سعيد، مذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية مغربية من مواليد عام 1985. بدأت مريم سعيد مسيرتها المهنية بعمر 17 عاما خلال برنامج صحة كل يوم على القناة الثانية المغربية، وبعد مشوار من التألق وإثبات الذات امتد إلى نحو 4 سنوات، تلقت مريم عرضا مغريا لتقدم أضخم برنامج جماهيري للمواهب في المغرب بعنوان استوديو M2. الخواتم أبغى أكثر صفة تكرهيها في الرجال. أوه. سارة دندراوي، إعلامية وصحفية سعودية من مواليد عام 1981. التحقت في كلية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص الإعلام. شاركت بعام 2010 كأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج مسابقة الجماهير على MBC1 إلى جانب الإعلامي جورج قرداحي والممثلة المصرية منى زكي. قدمت البرامج دليل العافية، مسابقة الجماهير، صباح العربية، على الكنبة، وتفاعل كوم. كل ده وأكتر هنعرفه خلال التدريب العملي لطلبة MTI يوم الثلاثاء إن شاء الله. هبقى معاكم إن شاء الله نوران عطلة، مذيعة قناة أون تي في. نوران من أبناء محافظة الشرقية، تحديدا قرية كفر أباضة، ولكنها تعيش في القاهرة منذ نعومة أظافرها. تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2009. فرصة الظهور الأولى لها على الشاشة لأول مرة كانت على قناة أون تي في، ومن خلالها أثبتت نفسها بجدارة.